اهلا بيك، تفضل يا مينا. بص، هو حضرتك انا مش بفهم جدا في اللي هو يعني مش متخصص في الدين، سواء يعني مش دارس. تمام، بس انا عندي سؤال بس. ممكن بس تفسر لي يعني ايه نظريتك في معجزة القدس اللي بتحصل كل عيد قيامة؟ عفوا معلش، نظريه ايش سمعت؟ في نظريه ماذا؟ معجزة القدس اللي بتحصل كل عيد قيامة في معجزه كنيسة القدس. القيامة. معجزه القدس. اه، وين المعجزه بالضبط حتى تكون في لي وجهه نظر يعني في اللي هو الموضوع؟ ظهور النور المقدس. ايوه، فين المعجزه في الموضوع؟ اللي هي يعني بيظهر نور في قبر ايوه، المسيح من العدم من كل العدم. عيد قيام. المفروض من العدم. لا، مش مفروض. من قال لك انه من العدم؟ ولا ايه تفسيرك ليه؟ تفسيري، شوف المقطع كامل. ان في شخص بيدخل قبل البابا وبيجهز النار والامور تمام، وبعد تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه بيدخل البابا بيطلع بالنار هذه. يعني انت بتنفي اللي هو اللي فيه اليهود هم اللي بيفتشوا المقبرة وبيفتشوا البابا طيب وحاجات يا كتير زي كده؟ يا استاذ مينا، نعم حضرتك. لو اخرجت لي مقطع فيديو واحد ان باب الكنيسه يفتش قبل الدخول الى القبر، لك مني هديه حلوه حتعجبك ان شاء الله. يعني في حاجة قصة اللي هي بتاعت العمود، لو تعرفها حضرتك. بس اسمعني يا استاذ مينا، انا ماذا طب قلت تعرف لك؟ حضرتك؟ ماشي. نمشي واحده واحده. قلت لك تذهب تبحث في الفيديو. إذا أخرجت لي فيديو واحد أن البطرك قبل أن يدخل إلى القبر يتم تفتيشه هناك من قبل الشرطة، إذا أحضرت لي هذا الفيديو فلك مني يعني هدية قيمة ستصلك إلى مصر بإذن الله. هو الفيديو المتداول حاليا هو الفيديو تفتيش المقبرة سوري، الكنيسة نفسها من جوه. بس حضرتك انت تعرف، معلش، يعني نريد أن نرى هذا الفيديو أولا، تمام؟ بعدين أنت قلت الآن، ادعيت ادعاء، قلت أنه يتم تفتيش البابا قبل الدخول. تفتيش الكنيسة هذا أمر طبيعي على حسب ما يقال. أنا ما لي علاقة بالذي يقال. أنت رأيت شيئا بعينك؟ أنت رأيت يعني حضرتك بتنفي اللي هو بيخش يعني النور متجهز جوه، بس في لا معجزة. أنا الذي أنفيه إن هي أصلا من الأساس معجزة. ما فيش معجزة في الموضوع أساسا. طب ممكن أقول حاجة؟ أنا شايف المقطع كامل اللي مدته ساعة، يعني تقريبا مدة المقطع ساعة ونص أو ساعتين. أنا شايفه بالكامل. في رجل يدخل إلى القبر بشعل النار في الداخل، وهو بنفسه قال هذا الكلام الشخص هذا، ثم يخرج وبعد ربع ساعة أو نص ساعة بيدخل البطرك. لا حد بيفتشه ولا حد بيلمسه ولا حد بيفتشه ولا شيء. بيشيل الملابس بتاعه، يخلع الملابس بتاعه ويدخل ويغير الملابس، يلبس ملابس ثانية ويدخل. محدش بيفتشه ولا يقترب منه أحد يفتشه أساسا. طب حضرتك تمام، يعني هنعتقد اللي هي كده، بس في معجزة تانية. معلش، ايه اللي تعتقد ان هي كده؟ اللي حضرتك بتقول اللي هو النار بيخشوا يعملوها الأول جوه، والبابا بيخش بس يولعها في الشمع مثلا ويطلع. طيب انت خاسر ايه انك تروح تشوف المقطع وحتشوف هذا الكلام موجود. طب ممكن اقول حاجة بعد اذنك؟ طيب تفضل قولها، بس انت روح شوف المقطع وتأكد من كلامي. تمام بعد يعني ما تكتفيش بالسماع. شوف المقطع بنفس البث المباشر من كنيسة الروم الأرثوذكس هناك اللي بيبثوها بث مباشر، حتشوف هذا الكلام بالضبط. انا اكيد بشوفه كل سنة، بس وعد مني اول ما اقفل اللايف هخش اشوف. طيب وشو؟ بس انا عايز بس اقول حاجة. هل انت رأيت بعينك انهم يقومون بتفتيش البابا؟ انا قلت لحضرتك بيقال اللي هو كده، لكن انا مش متاكد ان هم بيفتشوه. على كل حال انا بنصحك بحلقات قام بها الاخ محمود داوود، يعني هذا الموضوع مسكه من البدايه الى النهايه. ماشي، بس في حاجه حضرتك، في معجزه لو تعرفها، انشقاق العمود. معجزه ماذا؟ انشقاق العمود. ايه انشقاق العمود دي بقى؟
بص حضرتك، ايام يعني هو ايام ابراهيم باشا، حضرتك لو تعرف ايام ابراهيم مين؟ باشا حاكم باشا. مصر. ماله؟ تمام. هو انت ايه تعرف؟ العمود نقل من مكان الى مكان برضه هو ولا لا، ايه؟ العمود انشق، طلع يعني حضرتك هو يعني كان عايز الرؤية تبقى احسن فرجع الشعب ورا. تمام. ولعلمك هي طب المعجزة دي معلش عندي سؤال يا مينا، عندي سؤال لو سمحت. ماشي اتفضل. هو مين اللي سوى حضرتك وقال لك الكلام ده؟ حضرتك هي معجزة مؤرخة. مؤرخة فين ان شاء الله؟ يعني ابحث عنها. ما نبحث ليه؟ ما زي انت انت يعني القائل. انت قرأتها اين؟ قرأتها في حاجات كتير يعني. فين حاجات الكتيرة دي؟ يعني افتح الفيديوهات وشوف. شوفوا، هي المعجزة موجودة والعمود مين؟ موجود. نعم حضرتك. موجود فين العمود ده؟ في كنيسة القدس. في كنيسة القدس، وانت شفتها؟ شفت ايه ايه بس ايه دخل؟ معلش، انت قلت ابراهيم باشا اللي حاكم مصر، مم. صح؟ اه. طب ايه يدخل عمود القدس في الموضوع؟ هو حضرتك كان عايز يشوف المعجزة بعينه. تمام. وايه حصل بعدين؟ رجع الشعب ورا، اللي اه هو طلعه بره. اه فالعمود انشق، ورى يعني طلع النور للشعب الاول وبعدها طلعه ما هم للاشخاص برضه اللي ما جوه. هو ابراهيم باشا كان فاضي للحاجات ديت، فكان بيقول يلا وروني العمود اللي بينشأ ومش عارف ايه اللي بينشأ. طب طيب انت ابحث عن الموضوع ده. ماشي. طيب انت ليه مش عاوز تقول ان القسيس في الكنيسه ضحك عليك بهذه القصه وخلاص يمينه؟ لا حضرتك، انا مش سمعتها في الكنيسة. طيب فين سمعتها بقى؟ موجودة في كل يعني التواصل الاجتماعي، ابحث على جوجل. انا مالي بجوجل ومالي بشات جي بي تي، انا عاوز اعرف ايه الكتاب اللي ذكر القصه دي. طب تسمح لي اقفل بس اروح اجيب لك كتاب ذكر الكلام ده. طيب ماشي، بس قبل ما تقفل، بس انت مصدق الحاجات ديت يا حاج مينا؟ انا عندي ايمان بيها. عندك ايمان بيها؟ طيب. شيء بسيط عندي بس معلش. اتفضل حضرتك. ما تثبتوا لنا صحة الثالوث وصحة التجسد وحتكون المسيحية صحيحة، وبلاش كل الهيصة دي كلها. صح؟ اثبتوا لنا صحة التجسد والثالوث وصحة كتابكم من الناحية العقلية والمنطقية وكذا، وبلاش الهيصة دي كلها. جبل المقطم انتقل من المربوعة إلى الحمام، جبل المقطم مش عارف حصل له إيه، المعز لدين الله مش عارف عمل إيه، إبراهيم باشا الكرملي مش عارف عمل إيه الهبل ده يا مين؟ ما تثبتوا صحة كتابكم، الدين يثبت بصحة الكتاب. بطلوا الحركات الحكواتية دي كلام حكواتية يا حبيبي. يمينة والله ده كلام حكواتي. عارف الحكواتي اللي بيجلس في القهوة وبيجمع الناس عشان يسليهم في آخر الليل بعد ما يشربوا المعسل بتاعهم، بيحكي لهم القصص دي. بيروحوا في الليل عند نسوانهم متدروخين ونايمين وخلاص بعد ما سمعوا القصص الحكواتية الليلية دي. إبراهيم باشا قال للنصارى افلقوا لي العمود ده وفلقوا له العمود ده، والمعز دين الله الفاطمي قال انقلوا لي جبل مقطم مش من جبل لحتة تانية ورا الجبل ومش عارف ايه، والهرس والهدس. ايه ده؟ طب الامر بسيط جدا، الامر بسيط جدا. اثبتوا لنا صحه الثالوث. يعني انتم مش قادرين تقنعوا الناس بالثالوث، مش قادرين تقنعوا الناس بالتجسد، مش قادرين تقنعوا الناس بان كتابكم له سند وتقنعوا الناس بتناقضات كتابكم، باخطاء كتابكم. تروحوا تحكوا لهم القصص. ممكن اسالك سؤال اسمعني بس. يعني تروحوا تحكوا لهم القصص الحكواتيه بتاعت اخر الليل دي، بتاع الحشاشين واللي بيشربوا معسل في القهاوي. ايه يا مينا؟ بلاش يا حبيبي الحركات دي. ده دين يا مينا، هذا دين مش قصص حكواتيه. ايه اللي عمود اتفلق؟ ما هو برضه هيجيك نصراني واحد ثاني بيقول لك الزيت بينزل من تمثال العذراء ينزل منه زيت. والله في بعض النصارى هتقول لي انت برضه مصدق الكلام ده؟ حضرتك هو انا شفته في عيني. طب انا هديك هديه بسيطه جدا. سأسمعك كلام القساوسة وهم ينبهونكم على هذا التخريف. شو رأيك؟ اتفضل حضرتك. يلا.
يعني انت شو اسمه مين يا شيخنا، انت يعني ما بتكذب القساوسة، تاخذ على كلامهم صح 100%، مو بس يفرجيك الشيخ تقول له انا بصدق وما بصدق ومن هالكلام. مفروض تحترمهم صح، بتحترم كل كلام القساوسة صح يا مينا؟ نقعد نحكي ونرغي. اسمع، أول واحد اللي قال عن اللي بيصدق الكلام هذا أعباط مش أقباط. بسم الله الرحمن. نقعد نحكي ونرغي. قلت العذراء ظهرت لي وابو سفين قال لي وماري مرقس مش عارف عمل ايه. ماري مرقس متهيألي بيبقى راكن على جنب كده بيتفرج علينا. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ والواحد يحس انه بالنشوه والكرامه ويقعد عايز يكتب وينزل في الكتب. انا عارف ان انا هطلع من هنا ربنا يسترها. الكتب بتاعت المعجزات 99% منها للتجارة. أقولها تاني ولا كفاية كده؟ لا أقولها. 99% منها للتجارة وللفلوس. وإحنا أعباط مش عباط. اشتري واقرا. طب والإنجيل بطلنا نقراه، وسير القديسين بطلنا نقرا، بنقرا معجزات بس عشان نحكي وصلنا حصل وفتحت الجزء الكام ولقيت الجزء الكام وفلان قال لي وفلان عاد لي وياه وشي وحلمت بالليل وفلان حكى لي وفلان حكت لي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ وايه اللي انت بتعمليه ده؟ سبحان الله، كأنه بيحكي عنك يمينة. طب سمعك المقطع الثاني معلش، سمعك المقطع الثاني. طب ممكن طلب بس، ممكن بعد ما حضرتك تسمعني المقطع الثاني ابدا اتكلم بس يعني ماشي. اقول حاجه. هعطيك فرصه. بيقول ان في الصعيد طيب نسمع هذا القسيس او الكاهن ماذا يقول عن المعجزات الموهومه هذه. بيقول ان في الصعيد منتشره فكره الميامر. الميامر دي تمجيد لقديسين، قصص مصحوبه لهؤلاء القديسين. عارف انا بحس ان في حاجات بتستخدم كده مش لتمجيد القديسين لكن لتجميع اموال وحاجات زي كده. اللي بيقول ان في الصعيد منتشره فكره الميامر لتجميع الاموال. طيب نشوف الانبا رفائيل وهو اللي بيقول لك اللي بيحكي هذه الحكايات والمعجزات وجبل مقطم وعمودة فلق ومش عارف ايه، ده مرضى نفسيين. شوف الانبا رفائيل. وطبعا ممكن الانسان عادي غير الانبياء والرسل والكتاب الكتاب المقدس يكون عنده نوع من الاستناره الروحيه اللي تخلي فيه اعلان. بس ارجوكم تكونوا حريصين جدا في الحته دي. ليه؟ لان احنا لقباط شطار قوي ان احنا نأله البشر. وابونا ده عنده شفافيه، والاخت دي مرجرجس بيجيلها، وواحد ينزل لك فيديوهات بيتكلم مع العذراء ليل نهار، ومنهم كتير. انت لاحظ قال لك نحن الاقباط يعني شاطرين جدا في تأليه البشر، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أنطقه بكلمة خطيرة حين أله المسيح عليه السلام. بس نعيد هذه الكلمة لأنها مهمة جدا. شوفوا ماذا قال عن تأليه البشر وركزوا عليه جيدا يا إخوة. معلش بس أعيد الفيديو ده ثاني عشان معلش أنا آسف. وطبعا ممكن الانسان عادي غير الانبياء والرسل والكتاب الكتاب المقدس يكون عنده نوع من الاستناره الروحيه اللي تخلي فيه اعلان. بس ارجوكم تكونوا حريصين جدا في الحته دي. ليه؟ لان احنا لقباط شطار قوي ان احنا نأله البشر. وابونا ده عنده شفافيه، والاخت دي مرجرجس بيجيلها، وواحد ينزل لك فيديوهات بيتكلم مع العذراء ليل نهار، ومنهم كتير مرضى نفسيين، فما تمشوش وراهم. طبعا أريد أن ننبه على شيء. كلمة قبطي في الأصل اللغوي لها يعني مصري. هذه كلمة قبطي في الأصل بغض النظر عن دين الشخص. أي واحد مصري يطلق عليه قبطي. قبط إيجيبت، فالقبطي يعني المصري. لكن الفترة الأخيرة صار هذا المصطلح يعني يطلق على النصارى فقط. وأنا والله أعلم عندي إحساس إن النصارى المصريين احتكروا هذا الاسم لهم قبطي مش نية حسنة. إن المقصود بها إن أنتم كمسلمين مش مصريين، نحن المصريين الحقيقيين، نحن أصحاب البلد. لذلك هم في أول مشكلة، أول فتنة طائفية بيطلعوا لك إيش؟ إحنا أصحاب البلد.
هذا الكلام الذي أقوله ليس فتنة. طيب اقنعني أنت ليش احتكرت كلمة قبطي عليك أنت بالضبط؟ معلش، ليه المسلمين ما اسمهمش أقباط؟ لا لحظة حتعلق بس خليني نكمل. لأن كلمة قبطي من الناحية اللغوية ما لهاش علاقة بدين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استوصوا بالقبط خيرا مش معناها النصارى فقط، أي المصريين بصفة عامة، كل من هو مصري ملحد بوذي، ما فيش بوذيين مصريين، هم بس بضرب لك يعني مثال، نصراني مسلم، هذه كلمة يعني لها جانب وطني ما لهاش علاقة بدين. ليش النصارى في آخر فترة احتكروها لهم هم؟ في لهذا هدف، لأن في تصريحات كثيرة لكبار النصارى ومحاميهم ان انتم كمسلمين مش انتم مش مصريين، انتم ينظرون للمصريين، ينظرون للمسلمين، انتم محتلين البلد، ينظرون لهم هكذا. مش كل النصارى بس اقصد يعني الرؤوس منهم هذا مثلا محامي الكنيسة اللي هو شو اسمه، اللي هو نجيب، مش نجيب سويرس، هذا خمرجي. الثاني هذا لا اله الا الله، ذكروني باسم، نجيب جبرائيل، محامي الكنيسة نجيب جبرائيل. نجيب جبرائيل هذا محامي الكنيسة معروف، شخص مجرم، كم ارتكب جرائم في حق المسلمات الجدد وأعادهن إلى النصرانية بالغصب وبالإكراه، وعندنا فيديوهات يثبتنا ذلك. المهم هذا الشخص له أكثر من فيديو بيحمل الصليب ويقود مظاهرات، هذا كلام في عام 2012 و13، ويقول احنا أصحاب البلد واحنا بشكل يعني خبيث جدا، وبيرددوا وراه طبعا آلاف يعني من النصارى في ذلك الوقت. فالمهم يعني حبيت بس أعلق على موضوع كلمة قبطي هذه، الأصل اللغوي لها تطلق على كل من هو مصري، فلا يصح احتكارها على النصارى. بس لما تسمع نصراني يقول لك قبطي يقصد بها النصراني تحديدا يعني. المهم الله المستعان. ما هو تعليقك؟ تفضل يا حضرتك. انا عارف اللي هي كانت بالمعنى الروماني تقريبا ترجمتها اللي هي قبطي بالمصري، تمام. هو أيوة. في سؤال معلش يا استاذ مينا، انت متفق معي ان كلمة قبطي معناها مصري؟ اتفقنا. وهي كانت زمان مش ايجيبشن، كانت ايجيبس تقريبا، او هي اصلا حتى كلمة ايجيبت مأخوذة من قبط اساسا. تمام. الايجيبت يعني الكلمة ايجيبت اللي هي بالانجليزي مأخوذة في الاصل، مأخوذة من قبط. لكن المهم الان لماذا الان تحتكرون هذا الاسم على النصارى فقط؟ بص، هو حضرتك مش احنا اللي احتكرناه، احنا نسمى الاقباط المصريين. لا لما القساوسة يقول لك الأقباط والأقباط وشعب الأقباط وشعب الأقباط وكذا، يقصدون من بكلمة الأقباط؟ يعني حضرتك هو احنا لما بنيجي نقول على نفسنا اللي هي الكلمة المتداولة في المسيحية هي المسيحيين، لكن لا لما لا في أقباط. والآن الأنبا رفايل يقول لك أقباط. لا أكثر كلمة متداولة هي الأقباط، يطلقون على النصارى أقباط. لماذا؟ عمرك سمعت قسيس يطلق على مصري مسلم قبطي؟ هو حقيقة أنا ما أعرفش عشان ما أقولش كلام يعني. مستحيل تجد قسيس يطلق على مصري مسلم مصري قبطي، فقط يطلقونها على النصارى. لماذا؟ هذا يؤكد وجهة نظري التي قلتها قبل قليل، أنهم يرون المسلمين المصريين اللي هم يعني 85% أو 90% من مصر أصلا، يرونهم ليسوا بمصريين وأنهم محتلين لمصر. من الآخر خلينا نكون صريحين يعني. لازم أنا أشوف يا إخوة، أنا لما أقول هذا الكلام وأنبه المسلمين على هذا الكلام، هل كلامي هذا تحريض على نصارى مصر؟ لا، زلت أكرر، لا لا لا، بالعكس، نصارى مصر أو غيرهم الشخص المحترم منهم يعامل باحترام. عاملوا جيرانكم باحترام، يعني صبحوا عليهم، مسوا عليهم، ساعدوهم إن كانوا محتاجين في أمر ما، إذا كانوا غير محاربين أو غير سببين للإسلام. كل هذا نحث عليه. طيب ليش أنت يا زين خير الله تقول هذا الكلام وإن القبطي معناها كذا؟ لازم يكون المسلم مستيقظ صاحي. أي نعم نحن نحترمهم ونساعدهم،
لكن لازم نكونوا في نفس الوقت فطنين، ولازم نعرف أن هؤلاء ماذا يكنون لنا، ما نكونوش على باب غافل هكذا عشان ما ننصدمش فيهم في يوم من الأيام من الآخر هكذا، عشان ما ننصدمش، عشان ما يحصل لكمش زي السوريين بالضبط. يعني السوريين حاليا مصدومين في الأقليات، هؤلاء اللي كانوا جيرانهم في 2008 و2007 بعد 2011 هم الذين ارتكبوا فيهم الجرائم. الأقليات هؤلاء مو مصدومين السوريين، هؤلاء الأقليات، هؤلاء اللي كانوا جيراننا وبيأكلوا معانا وكذا. هذا ليس تحريضا أبدا، لكن ينبغي على المسلم أن يكون كيسا فطن. لازم تعرف صديقك من عدوك، أو عدوك حين يستخدم مصطلحات، أو جارك حين يستخدم مصطلحات، لازم تكون ميقظ. سؤال يطرح ونطرحه على النصارى، جاوبونا عليه. ليش ما تطلقوش على المسلمين المصريين أقباط بس؟ هذا سؤالي. أعطونا سبب مقنع لذلك. إن قالوا لكم سببا غير أنهم يرونكم محتلين لمصر وبيعتبروا عمرو بن العاص رضي الله عنه محتل والفتح الإسلامي احتلال، أنا مستعد يعني أن أفعل ما تريدون، وأنا أجزم لكم بنسبة 100% بغض النظر عن الذي يردد كلمة أقباط بدون، يعني ممكن مثلا مينا الآن بيردد كلمة أقباط بس مش عارف مدلولها وأساسيتها، بس أنا بتكلم عن الرؤوس بتاع النصارى، الرؤوس بتاعين النصارى، تمام؟ أنا مش أتكلم عن كل النصارى، مش كل نصراني يقول قبطي معناه يراك محتل، لا، أنا ما أتكلمش عن هؤلاء، أنا أتكلم عن فئة معينة منهم اللي رسخت لهذه الفكرة. هؤلاء نسألهم لماذا أنتم تطلقون كلمة أقباط اللي هي معناها مصريين في الأصل، فقط جعلتموها حكرا على النصارى، مع أني أنا ممكن أثبت لكم على فكرة في نصارى اليوم أصولهم مش مصريين. أي في نصارى اليوم في مصر أصولهم من أوروبا، وأصولهم من دول غير مصر تماما، وأجدادهم تهجروا. وممكن يثبت لك مسلمين اليوم مصريين أصولهم أبا عن جد مصريين. في أرمن أصولهم أرمنية موجودين في مصر الآن نصارى، وهم أرمن أصلا أصولهم، ويطلقون عليهم أقباط. ليش هذا الكلام؟ ممكن أجاوب حضرتك؟ أحاول أجاوب يعني. جاوب. قبل الفتح الإسلامي حضرتك أنت عارف قبل الفتوحات تمام، كان تقريبا يعني 95% من مصر هي أقباط. غير صحيح. بناء على إيه؟ على فكرة مصر قبل الفتح الإسلامي كانت غالبية وثنية وليست غالبية نصرانية بالمناسبة. وبالعكس لا أنا أقول لك تاريخ، خليك من اللي يضحكوا عليك في بص، هو حضرتك بعد إذنك يعني أنا دنيتني ساكت وما قطعتكش يعني. لا نكمل لك بس هذه المعلومة، خليني نكمل لك هذه المعلومة وأعطيك المرجع. ماشي تمام. مصر قبل الفتح الإسلامي أول شيء مصر مرت بمراحل، يعني ما كانتش مسيحية مصر، قبلها كانت فرعونية وحكمها الهكسوس. يعني مصر ما هيش مرتبطة بدين معين لفترة زمنية، تمام؟ يعني مصر كل مرة يحكمها دين معين كتاريخ. قبل الفتح الإسلامي بقليل بفترة وجيزة كان غالبية أهل مصر وثنيين، وكانوا الأقلية هم النصارى، ولذلك كانوا مضطهدون. كان النصارى المصريين كانوا مضطهدون من قبل الوثنيين ومن قبل المذاهب النصرانية الأخرى اللي هي أنتم بتعتبروها كافرة، اللي هي المذاهب الخلقدونية اللي كان تابعها شو اسمه هذا، لا إله إلا الله، البطرك بتاع مصر، المقوقس كان مذهبه خلقدوني، يعني غير مغاير ومناهض لمذهب مذهب النصارى الأرثوذكس. وكانت ملغية حاجة، ما فيش كانت كنيسة للنصارى، كانت مغلقة جميع الكنائس، وبابا الكنيسة كان هارب في الصحراء 13 سنة. لكن لما جاء الفتح الإسلامي رجع البابا إلى كرسيه وأعاد له كل كنائسه.
هو الفتح الإسلامي اللي بتتهمون بالاحتلال هو اللي رجع لكم الكنائس ورجع البابا. وهذا الكلام موجود في كل كتب التاريخ، في كل كتب التاريخ. بابا الكنيسة ما كانش بابا كنيسة، كان بابا صحراء، كان بابا صحراء، كان مختبئ في الصحراء اللي هو البابا بنيامين في ذلك الوقت. وكان المقوقس اللي هو مذهبه خلقدوني، يعني اللي بيعتبروه الأقباط النصارى، يعني أقصد بيعتبروه مهرطق ومبتدع وكذا، كان هو المتحكم في مصر في ذلك الوقت، وكان معه مجموعة وثنية. ماشي، بعد اذنك اتكلم. تفضل. هو حضرتك لما جه الفتح الاسلامي، هو معلش هو غصب الغير المسلمين، لا اما يدفع الضرايب لا اما ايه يا اسلم، صح ولا غلط؟ لا غلط. ليه حضرتك؟ وده يعني ده حرفيا اعطيك الدليل انا بالنسبه لي انا درسته في كل كتب التاريخ. طيب خليني اعطيك الدليل انه غلط. ماشي اتفضل. طيب بداية انت تتكلم عن الجزية مش الضرائب. تمام، لان الضرائب اللي كانت فرضتها عليكم الدولة الرومانية اسقطها عمرو بن العاص، خلاص لغاها الضرائب. تمام. تتكلم عن الجزية. طيب هل تعلم ان الجزية في الفقه الاسلامي لا تؤخذ لا من النساء ولا من الاطفال ولا من الرهبان ولا من الشيوخ الكبار ولا من المرضى ولا من الفقراء الذين لا يعملون، بل الجزية اللي هي مبلغ مقابل الحماية وإسقاط الخدمة العسكرية عنك وعدم الدفاع عن نفسك، الدولة هي اللي بتدافع عنك. الجزية هذه تؤخذ فقط من البالغ القادر على حمل السلاح، البالغ القادر على حمل السلاح. طيب أسألك سؤال سريع هكذا يا مينا، أنت شايف أخذ الجزية خطأ وظلم؟ بس جاوبني على هذه النقطة، شايف هل ترى أخذ الجزية خطأ وظلم؟ بص هو معلش أنا عايز بس أقول حاجة بسيطة. لا بس جاوبني على هذه النقطة لو سمحت لي، نبي نبني عليه كلام مهم. هل أنت ترى أن الجزية خطأ وظلم؟ هو انا شايفها كده لانك انت ممتاز. بتيجي تاخد مني جزية على بلدي. تمام، دي بلدي في الاساس. ممتاز تمام. مش جنبك كتابك لو سمحت. لا حضرتك. طيب جنبك هاتف اخر تستطيع ان تفتح به النص؟ لا مش متمكن حاليا معلش. طيب مش في البيت. خلينا نفتح رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 13. اكتب بس الصوت يا مينا. رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 13 والعدد 7. ماذا يقول بولس عن الجزية؟ يلا نعرض على الشاشة. يقول: فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية. مين يفتح الصوت سريع؟ بولس هنا يسمي الجزية حق من الحقوق أم لا؟ يسميها حاجة، بس هو مصطلح جزية يسميها حقوق ولا لا؟ يسميها حقوق، بس في فرق ما بين لا ما فيش فرق، هو ما فرقش هنا، هو أعطاه بشكل عام. هنا لم يفرق، هو بشكل عام قال فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية. والحقوق لابد أن ترد لمن يا إخوة؟ لابد أن ترجع لأصحابها. يعني أنت عليك دين أكثر من 100 سنة ما دفعت الجزية، حسب بولس يقول لك هذا حق، رجع الحق لأصحابه بقى. طيب خلينا نفتح التفاسير، لأن التفاسير مصيبة وحدها أصلا. لا نجاوب على الجزء ده بعد إذنك. طب معلش نحن نفتح التفسير، نفتح شرح النص. هذا تفسير القمص تدرس يعقوب مراطي. تمام، تفسير القمص تدرس يعقوب مراطي يقول: في خضوعنا للسلطان نمارس وصية إنجيلية كجزء لا يتجزأ من حياتنا الروحية. هذا الخضوع لا يكون بالفم أو اللسان،
يعني لازم تخضع لعمرو بن العاص لأنه سلطان. وإنما بالعمل الجاد بإيفاء الوطن حقه علينا، فبسرور نقدم الالتزامات. وريني النص الثاني. النص ده الأولاني معلش. أي واحد؟ اللي هو لسه حضرتك قلبه. نص بولس قصدك ولا التفسير؟ لا التفسير. ها هو موجود أمامك. ماشي. بخضوعنا للسلطان. طيب، ثم يقول هنا: يرى القديس يوحنا فالص الفم أن الرسول، يقصد بولس يعني، قد حول ما يراه الكثيرون ثقلا إلى راحة. فإن كنت، ركز، أو فإن كان، عفوا، فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية، ركز بكلمة أنت يوحنا الفم، يقول: فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية إنما هذا لصالحه. إنما هذا إيش؟ لصالحه. يقول لك إذا تدفع الجزية، تحسه تفسير إسلامي والله مع أنه تفسير نصراني. يقول لك إذا فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية فإنما هذا إيش؟ إنما هذا لصالحه، لأن الحكام هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه تقريبا، يسهرون مجاهدين من أجل سلام البلد من الأعداء، ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص والقتلة، فحياتهم مملوءة أتعابا وسهر. ركز على الجاي هذه، ركزها حلوة هذه. بينما تدفع أنت الجزية لتعيش في سلام يحرم منه الحكام. هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا لا بالخضوع للحكام فحسب، وإنما بالصلاة من أجلهم لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة. التفسير والله جميل هنا. بعد يقول لك: هذا وإن كلمة أعطوا اللي هي موجودة في النص، فأعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية، هذا وإن كلمة أعطوا هنا في الأصل اليوناني تعني ردوا، فما نقدمه من جزية، بص دي يمينة دي حلوة، فما نقدمه من جزية أو تكريم للحكام ليس هبة منا، وإنما هو إيفاء لدين علينا. ده دين يا حبيبي. هات الجزية، ده عليك دين انت 100 سنة. قول للكنيسة ادفع الدين اللي عليك، دين مش هبة منك، هذا دين. هذا كان تفسير من هذا؟ تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي. فيقول: فما نقدمه من جزية أو تكريم للحكام ليس هبة منا، وإنما هو إيفاء لدين علينا، هم يسهرون ويجاهدون ليستريح الكل في طمأنينة. هذا الكلام وين؟ ننزل. شرح الكتاب المقدس العهد الجديد القمص تدرس يعقوب ملطي، سلسلة من تفسير وتأملات الآباء الأولين، تحت عنوان المؤمن والوطن. طيب تعال نشوف تفسير آخر اللي هو تفسير القمص أنطونيوس فكري. شوف بقى القمص أنطونيوس فكري بيقول إيه. يقول: هذه مثل أعطي مال قيصر لقيصر. ما هو في نص ثاني يسوع المسيح يحثك على دفع الأموال للدولة والحاكم، يقول لك أعطي مال لله لله وأعطي مال قيصر لقيصر. فهنا يقول لك القمص أنطونيوس فكري: هذه مثل أعطي مال قيصر لقيصر. علينا أن نعطي لهؤلاء الذين في يدهم السلطان، عمرو بن العاص منهم، حقوقهم، وهذا واجب علينا. بعدين يقول لك على طول الجزية واجب علينا. الجزية هي ضريبة الأرض وما يدفع من ضريبة على الأملاك، وهذا النوع من الضرائب دائمة منتظمة. تمام.
يقول بعدين يشرح عن الجباية هذا هو التفسير باختصار. شفت ماذا قال هنا؟ هذا غير أن الأنبياء في كتابك كانوا يأخذون الجزية. النبي سليمان والنبي داود أخذوا الجزية، والرب أمر بأخذ الجزية على فكرة. أنا أجاوب حضرتك؟ تفضل. ويا ريت بعد إذنك، يعني أنا مش بقطعك، يا ريت بعد إذنك مش تقاطعني. أنا لا أقاطعك، لكن في أحيانا تقول معلومة غلط يا مينا فأصححها لك. خلينا يعني نقول حاجة، اللي التعريف جزية ممكن بيختلف من معنى لمعنى. لا هو نفس المعنى عندنا وعندكم نفس المعنى، إعطاء مال، دفع مال. طب ماشي تمام. هو حضرتك أنت بتقول، يعني حضرتك أنت بتتكلم كسلطان، لكن حضرتك هي دي كان احتلال، أنت داخل بتحتل بلد. طيب أنت بتحتل بلد. خليني أرد عليك كده. تمام. ما هو تعريف الاحتلال يا مينا؟ هو اللي واحد يعني باللغة العامية الواحد دي ولا أرضه ولا مكانه وداخل يعني أنت تقصد الاحتلال أنك أنت يعني تخرج من أرضك وتدخل إلى أرض أخرى وتفرض عليهم الجزية. بالضبط كده، يعني هو ده الاحتلال عندك. وتحاربهم، ولو حد رفض اللي حضرتك بتعمله مثلا بتقتله، لا إما يعني يا تقتله اللي هو مثلا يخش الديانة ما مش عايز يخشها. تمام. كويس. هذا هو الاحتلال، صح؟ من وجهة نظري. متأكد؟ بس عندي معلش تعريف الاحتلال من جديد، أنا عجبني التعريف هذا، عدل من جديد. إن واحد دي مش أرضه ولا مكانه، داخل بياخد الأرض بالقوة، بيفرض جزية. تمام. لو انت رفضت تدفع الجزية، انت بيدخلك دين تاني، لو رفضت بيقتلك. برافو، هذا هو تعريف الاحتلال. طب لو جبت لك ان الرب في كتابك امر بذلك، وريني حضرتك. بس يعني وريني، مش توريني كذا حاجة، يعني نشوف حاجة ونجاوب عليه. حاضر. افتح معايا سفر التثنية الإصحاح 20 تحت عنوان الحرب المقدسة. نمشي إلى، طبعا هي بدايتها إيش؟ إذا خرجتم للحرب على أعدائكم. خرجتم يعني خرجتم من بلدكم. طيب بعد يقول هنا إيش؟ وعند اقترابكم من ساحة الحرب. ممتاز. تعال نشي العدد 10. ركزوا يا إخواننا، العدد 10. ركز يمينا. شايف يمين النص أمامك ولا لا؟ تمام يا شيخ. وإذا اقتربتم من مدينة. اقتربتم من مدينة يعني هم أهل المدينة ولا من خارج هذه المدينة؟ هم خارج المدينة. برافو عليك، حلاوتك يمينا، كده أنت عسل. الرب هنا يقول في كتابك: وإذا اقتربتم من مدينة لتحاربوها فأعرضوا عليها السلم أولا، فإذا استسلمت وفتحت لكم أبوابها فجميع سكانها يكونون تحت الورود فجميع سكانها يكونون لكم تحت الجزية ويخدمونكم، وإن لم تسالمكم بل حاربتكم فحاصرتموها فأسلمها الرب إلهكم إلى أيديكم، فاضربوا كل ذكر فيها بسطل ماء يبرد على قلبه. لا عفوا، فاضربوا كل ذكر فيها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم، دي بقى بتاعتي بقى، دي حتة تانية بقى. وأما النساء والأطفال والبهائم وجميع ما في المدينة، اللي هي مش مدينتك أصلا يعني، وجميع ما في المدينة من غنيمة فاغنموها لأنفسكم وتمتعوا
تمتعوا بغنيمة أعدائكم التي أعطاكم الرب المحبة. لا، ما فيش محبة هنا. التي أعطاكم الرب إلهكم. بعدين هكذا تفعلون بجميع المدن البعيدة. دي بعيدة رايح لها ليه؟ لأن الحج مينا قال لنا ده احتلال، ما ينفعش يا أبو. الرب في الكتاب بيقول لهم روحوا للمدن البعيدة. ليه يا رب بتاع النصارى بتقول لهم روحوا؟ ما مينا قال لنا ده احتلال، ما ينفعش. هكذا تفعلون بجميع المدن البعيدة منكم جدا جدا، مش بعيدة بس، جدا جدا جدا، التي لا تخص هؤلاء الأمم. هنا ده مش من الأمم دي خالص، دي أمم تانية تروحوا لها وتستعبدوها وتأخذوا منها الجزية. هذا إذا سلمتكم تأخذوا منها الجزية طبعا. طيب، وبعد هكذا يقول: وأما مدن هؤلاء الأمم، هذه الأمم القريبة، هذه يعني القريبة منكم، وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم الرب ملكا فلا تبقوا أحدا منها حيا. الله على المحبة. قال لك المدن البعيدة دي أقم معها حرب، أما المدن القريبة دي ما تخليش منها حد حي أصلا. هاي النص يقول لك فلا تبقوا منها حيا. فيش، اقتل الجميع. ده أين هذا؟ في كتاب النصارى. فهل ستسمي هذا احتلالا يا مينا يا أستاذ مينا؟ تفضل وريني يا أستاذ مينا. بص، هو حضرتك معلش ممكن تطلع لي النص ده من الإنجيل نفسه، مش من كتب؟ معلش أنا آسف. ما أنا طلعت. ممكن طلب ملهوش لازمة بالنسبة لك، بس معلش أنا ما بحبش أشوفه، اللي هو يعني طلعوا لي من الإنجيل نفسه. قصدك من الكتاب يعني؟ من الكتاب. طيب، بكل بساطة روح ابحث عن سفر التثنية الإصحاح 20، تمام؟ والعدد 10 وستجد فيه هذا. طيب أنت مش مصدق يعني؟ حاضر، مع أنك حتعبني على فكرة في الموضوع، بس أنا آسف على تعب طبعا. يا ربي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص، مشكلة الحجم ثقيل جدا. يا رب. 300 سفر التثنية من 20:10. أيوه، أنت مش عندك كتاب في البيت؟ اذهب وابحث. يعني أنا قلت لحضرتك اللي أنا مش في البيت، يعني أنا حاليا مش في البيت، فمش متوفر معايا ولا كتاب ولا تليفون، غير التليفون اللي بكلم حضرتك. تمام ماشي. انتظر يا يوان لحتى يخلص الشيخ مع الأخ مينا. انتظر دقيقة. أنا طبعا اللي كنت أقرأ منها ترجمة العربية المشتركة. أنا اللي معايا الآن ترجمة الرهبانية اليسوعية، تمام؟ هي نفس النص، ممكن اختلاف يعني طفيف. ماشي تمام. طيب، آسف تعبتك. لا ما فيش مشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص. طيب، صوتي واضح يا إخوة؟ نعم شيخ. طيب، العدد وين؟ العدد 10. هذا هو العدد 10. طبعا شوفوا كاتبين تحت أصلا فتح المدن، تمام؟ بيعتبروا فتح. النص هنا يقول: وإذا تقدمت
إلى مدينة لتقاتلها فادعها إلى السلم أولا. نفس النص صح؟ كمل. فإذا أجابتك بالسلم وفتحت لك أبوابها فكل القوم الذين فيها يكون لك تحت السخرة ويخدمك. عارف معنى السخرة أنت ولا لا؟ يا ريت لو تفسر يعني توضحها لي. يعني الاستعباد. يعني الاستعباد. طبعا في الترجمة الأخرى يقول لك تحت الجزية، وهنا يقول لك تحت السخرة. في الترجمة الفان دايك يقول لك يكونون عبيدا. تمام؟ كل ترجمة طامة أكثر من الأخرى. المهم، وإن لم تسالمك بل حاربتك فحاصرتها وأسلمها الرب إلهك إلى يدك فاضرب كل ذكر بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وجميع ما في المدينة من غنيمة فاغتنمها لنفسك وكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك إياها. هكذا تصنع بجميع المدن البعيدة منك جدا والتي ليست من مدن تلك الأمم هنا. وأما مدن تلك الشعوب التي يعطيك الرب إلهك إياها ميراثا فلا تستبقي منها نسمة بل حرمها تحريما. حرمها تحريما يعني أبدها. بعدين ذكرهم الحثيين والأموريين، هؤلاء كلهم الرب أمر بإبادتهم. هذه دول على فكرة، يعني أمم. هذه الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين كما أمرك الرب إلهك كي لا يعلموكم أن تصنعوا مثل قباحتهم التي صنعوها لآلهتهم. يعني قصد عبادة الأصنام، فعشان ما يخلوكمش تعبدوا الأصنام زيهم روح أبدهم من على وجه الأرض. فتخطئوا إلى الرب إلهكم. تقريبا النص واضح صح؟ بص، هو حضرتك يعني اللي انت لسه ذكرها دولت تمام كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعبدوا الأوثان. تمام. وغير كده كانوا برضو بيحتلوا بلاد، يعني فاهم؟ فين احتلوا بلاد؟ يعني الفارسيين دولت مش احتلوا بلاد؟ لا معلش، اقول لي ايه البلاد اللي احتلوها؟ مش عندي يعني ما اعرفش بلاد بقى عنها، بس الفارسيين هم كانوا بيحتلوا بلاد. طب يعني ما دام هم بيحتلوا بلاد يعني خلاص يجوز ان نحتل بلادهم. يعني حضرتك انت جاوبني على السؤال. ما دام هم بيحتلوا بلاد اذا يجوز ان نحتل بلادهم. زي ما انت يعني انت جاوبني بس على سؤالي. سؤالي سهل جدا. يعني هم بيحتلوا بلدان اذا يجوز ان احتل بلادهم. تمام يعني خلاص تمام ممتاز. إذن لما عمرو بن العاص دخل إلى مصر التي كانت تحت سلطة الرومان محتلين مصر، فراح وطردهم ودخل إلى مصر عادي. إذن أنت حكمت أن الذي فعله عمرو بن العاص صحيح. لا، هو اللي فعله عمرو بن العاص اللي هو جه. أنا أصدمك بشيء. اتفضل حضرتك. أنت عارف كم جندي دخل مع عمرو بن العاص إلى مصر؟ ما أعرفش العدد. تتوقع 9000 تقريبا. 9000 لا مش فاكر. 4000 مش فاكر 4000 كتب التاريخية تذكر ذلك 4000. طيب كم كان تعداد سكان مصر في ذلك الوقت؟ لا ما اعرفش. يعني لا يقلون عن 8 مليون. تمام. عمرك سمعت في حياتك 4000 بيحتلوا 8 مليون؟ ماشي. هو انت جاوبني، ما تقوليش ماشي. منطقيا هكذا. هو في حد اسمعني بس ماشي. في حد معاه 4000 جندي يحتل بلد 8 مليون؟ افتح المايك يمين، ارسلته لك. تعرف هذا دليل على ماذا يمين؟ 8 مليون كلهم دخلوا في الحرب. لو هم مش راضين على عمرو بن العاص ليه ما تصدوش له؟ يعني دول 8 مليون، يعني لو بس طلعوا بعصي فقط مش أسلحة، بعصي كانوا حيموتوا الجيش كله.
ماشي حضرتك انت تمام يعني... واعطيك معلومه اخرى ماشي تعرف انت لو اتهمت عمرو بن العاص بانه محتل لمصر، تعرف لو انت قلت ذلك فانت بتتهم الكنيسه ان هي محتله. لماذا؟ لان اللي شجع عمرو بن العاص على فتح مصر واللي استقبل عمرو بن العاص هي الكنيسه. وعارف هذا الكلام تجده اين؟ تجده في كتاب الامه القبطيه، كتاب تاريخ المسيحية الشرقية. كل الكتب التي تحدثت عن الفتح الإسلامي لمصر تقول بالحرف الواحد الكنيسة كانت أول المؤيدين لدخول عمرو بن العاص إلى مصر، وهم اللي شجعوه ووقفوا معه. ليه؟ لأنهم كانوا مدعوسين من الرومان كانوا داعسين عليكم، كانوا بيموتوكم، كانوا بيذلوكم، كانوا بيعملوا فيكم العمايل. تمام كده حرفيا، مش إساءة، هم كانوا داعسينكم فعلا. تمام كانوا داعسين النصارى في ذلك الوقت. ما كان النصراني ما كانش يقدر يتنفس في وجود المقوقس وفي وجود الحكم الرومان. فلما جاء عمرو بن العاص شافوه هو المنقذ، شافوه هو المسيح المخلص في الواقع، فلذلك رحبوا به واستقبلوه. لذلك هو الذي أعاد البابا بنيامين إلى الكنيسة. إذا كان ده احتلال، ده ونعم الاحتلال. يعني لولا عمرو بن العاص كان لسه أبوك الأنبا بنيامين هارب في الصحراء، بدل 13 سنة هيقعد 13 قرن، كان هيبقى هارب لحد النهاردة. يعني لو الرومان ما زالوا حاكمين مصر إلى الآن كان بابا بنيامين وأحفاد البابا بنيامين هيكونوا كلهم هاربين في الصحراء. الذي رجعه إلى كرسيه البابوي هو عمرو بن العاص. لكن أنا حقيقة يا إخواني الكرام عندي وجهة نظر في هذا الأمر. في أمة اسمها الهنود الحمر. تمام؟ الهنود الحمر هؤلاء يعني هم سكان أمريكا الأصليين. سكان أمريكا الحاليين أصولهم من إسبانيا وألمانيا وغيرها، مش أمريكان الأصل. فأجدادهم أبادوا الهنود الحمر، أبادوهم. تمام؟ إبادات كاملة. يعني في كتاب اسمه المسيحية والسيف بيحكي مأساة عن إبادة الهنود الحمر. والله بالملايين يا أخواني ماتوا. كان عدد الهنود الحمر فوق 100 مليون، أبادوهم كشربة الماء. اقرأوا كتاب المسيحية والسيف، والله تنصدموا من كمية الإبادات. المهم جاوبوني بس على هذا السؤال، هل سمعتم هنديا أحمر اتهم أمريكا أن هي محتلة؟ جاوبوني في التعليقات معلش. بص هو أنا معلش أنا آسف، بس دقيقة معلش يمينة، بس إحنا بنسأل الناس لو سمحت الآن. طب أقول حاجة بس معلش، هو بس عشان ما تنقطعش بس الفكرة، بس قاعد بسأل الناس، هل سمعتم هنديا أحمر اتهم أمريكا بأنها أبادته؟ اللي بيتكلموا هم المسلمين، أما الهنود الحمر لا صوت لهم أصلا، ما فيش. تعرفون لماذا؟ لأن تمت إبادتهم، حتى لو وجد قليل منهم لا صوت لهم. تمام؟ مع أنهم أبيدوا فعلا وتم احتلالهم فعلا. طيب ليه النصارى المصريين اليوم بيتهموا عمرو بن العاص بأنه محتل؟ لأن عمرو بن العاص أبقاهم، عمرو بن العاص كرمهم، عمرو بن العاص أنقذ أبوهم من الصحراء ورجع إلى كرسيه الباباوي. عمرو بن العاص رجع لهم الكنائس. عمرو بن العاص عين نصارى في وظائف حكومية بعدما كانوا مطرودين منها. فلأن عمرو بن العاص فعل ذلك فهم قالوا عنه محتل. ولذلك الشاعر يقول إذا أكرمت اللئيم تمرد، وطبقوا مثل خيرا تفعل شرا تلقى. لو أبادهم عمرو بن العاص، ما كناش حنسمع صوتهم. لكن لأن عمرو بن العاص مسلم، والمسلم لا يبيد، المسلم كرم أبوكم بتاع الكنيسة، رجع لكرسيه البابوي، جزاؤه أنك تقول عنه محتل. هذا جزاؤه. بص حضرتك، أنا في بداية الحوار مع حضرتك أنا قلت لك أنا مش دارس ولا تاريخ ولا يعني تدرس الأول يمينة، تدرس وبعدين أيوة أنا لسه جاي أقول لحضرتك، فأستأذنك بس أطلع من البث، وإن شاء الله دي مش آخر مرة مع حضرتك يعني. تمام إن شاء الله، تفضل. ماشي.
بعد إذنك. تفضل يا جون. شكرا لك يا شيخ. شكرا. أهلا وسهلا.